مرحبا طلبة الصف الأول متوسط. درسنا اليوم التناسب الطردي والعكسي. طبعا راح نحل التمارين. تأكد من فهمك. صفحة 51. أثناء حل التمارين نشرح الموضوع. املأ الجداول التالية مبينا نوع التناسب. عندي التناسب الطردي إلى قانون A على B يساوي C. عندي التناسب العكسي إلى قانون A في B يساوي C. هاي القانونين أستخدمهن في حل الجداول والمسائل. ماذا يعني A وماذا يعني B؟ A هو المقدار، كلما زاد المقدار A زاد المقدار B، يؤدي إلى نسبة ثابتة اللي هو C. فهذا الزيادة كل ما زاد المقدار A زاد المقدار B، هذا يسمونه تناسب طردي. هنا بالعكس تناسب عكسي، كلما زاد المقدار A يؤدي إلى نقصان B بنسبة معينة، يسمى هذا تناسب عكسي. هسه راح نحل المسائل، ومن خلال حل المسائل نفهم أكثر. هسه عندنا هذا الجدول، شلون نعرف هذا الجدول تناسب طردي؟ أول خطوة راح نسويها، عندنا هنا ثابت C 10، فأكمل الجدول أمليه كله 10. بعدين أجي أطبق عليه قانون التناسب الطردي. قانون التناسب الطردي إذا طبقته وطلع مضبوط فهذا تناسب طردي للجدول. فنطبق عليه 10 تقسيم 1، لأن أي تقسيم B يعني 10 تقسيم 1 يساوي 10، بس هذا مو دليل على أنه تناسب طردي. أطبق عليه القانون الثاني يطلع هم 10. A في B يعني 10 في 1 يساوي 10. لازم أتأكد من النتيجة الثانية. عندنا 20 و2 و10. A 20 تقسيم B 2، 20 تقسيم 2 يطلع بيه 10. فإذا هذا الجدول هو تناسب طردي. 30 A 30 وC 10. A 30 B غير معروفة مجهولة، C 10. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. B في 10 يساوي 30 في 1 30. بعدين B تساوي 30 أقسمها على 10. نستعمل العلاقة بين القسمة والضرب، أنقل 10 للطرف الثاني يصير قسمة، الصفر يصفر يروح، إذن B تساوي 3، يعني نخلي هنا 3. عندنا هنا 4 B 4 وC 10، يعني A هي المجهولة. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. A تساوي A في 1 A 4 في 10 40، يعني أخلي هنا 40. A قيمتها طلعت 40. عندنا A 50 والC 10. A على B تساوي C. A 50 على B مجهولة يساوي 10. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. 10 في B 10 B يساوي 50. إذن B تساوي 50 على 10 ويساوي 5. B تساوي 5، يعني أخلي هنا 5. نجي للجدول الثاني. عندنا A قيمته 5، B 1، C 5. طبعا قلنا أول مرة هذا الثابت يبقى ثابت، هو يعني هو من اسمه ثابت، أخليه كله 5. نجرب قانون التناسب الطردي حتى نعرف هذا الجدول تناسب طردي أم عكسي. 5 تقسيم 1 يساوي 5، إذن تناسب طردي؟ لا، ما متأكدين، نتأكد من الثاني، لأن حتى لو قلنا تناسب العكسي A في B يعني 5 في 1 أيضا 5، فلازم نتأكد من الحقل الثاني.
20 تقسيم 4 يساوي 5. إذن هذا تناسب طردي. راح أستخدم قانون التناسب الطردي في إيجاد الأعداد المفقودة. A مفقودة، الB 7، الC 5. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. A تساوي 5 في 7 يساوي 35. إذن هنا أخلي 35. الحقل اللي بعده A هي 50، C 5. نطبقها على القانون. A 50، B مجهولة، C 5. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. B في 5، 50 في 1 50. البي تبقى بمكانها. أنقل الخمسة لهذا الطرف يصير قسمة 50 تقسيم 5. 5 تقسيم 5 بها 1، هاي الصفر يمها يعني 10. إذن بي يساوي 10، أخلي هنا 10. 13 بي والسي 5. الاي هي مفقودة، ال13 هي البي والسي هي ال5. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. اي تساوي 5 في 13. اي تساوي 5 في 3 15، 5 في 1 5 و1 6. اي تساوي 65، أخلي هنا 65. الجدول الثالث أيضا أستخدم قانون التناسب الطردي حتى أعرف هذا الجدول هو تناسب طردي أم لا. هنا سي 3 فأخلي 3، أملي السي كله 3 لأن هو ثابت 3، فأقسم 3 تقسيم 1 3. هذا لا يعني أنه التناسب طردي، لأنه في التناسب العكسي أيضا 3 في 1 يساوي 3، فأروح للحقل اللي بعده. أي تساوي 15 وسي يساوي 3. أطبق القانون. الأي 15، البي مجهولة، السي 3. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، يعني 3 في بي تساوي 15. بي تساوي، استخدم العلاقة لأن راح انقلها للطرف الثاني تصير 15 على 3. بي تساوي 15 تقسيم 3 5، هنا 5. عندنا الاي مجهولة والبي موجودة 9 والسي 3. الاي مجهولة، البي 9، السي 3. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. اي تساوي 3 في 9 و9 في 3 يساوي، اي تساوي 27، يعني أخلي هنا 27. نجي أي 39 وسي 3. 39 أضربها في 1، بي في 3. 3 في بي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، 3 في بي يساوي 39. إذن بي تساوي، أستخدم العلاقة بين الضرب والقسمة. أقسم 39 تقسيم 3، هنا بيها 1 3 13. إذن بي تساوي 13، أخلي هنا 13. عندنا هنا الأي ما موجود، البي 17 والسي 3. أي على بي تساوي سي. الأي مجهول، البي 17 السي 3. أي تساوي، أضرب 3 في 17. أي تساوي 7 في 3 21، 3 في 1 3 و2 5 51. أخلي هنا 51. المسألة الرابعة، إذا كان ثمن 15 كرسيا هو 105,000 دينار، فكم كرسيا تستطيع شراءه ب140,000 دينار؟ طبعا هذا تناسب طردي. ليش؟ لأن كل ما زادت عدد الكراسي زاد المبلغ، فالتناسب طردي. راح استخدم للقانون A على B يساوي C. استخدم لقانون التناسب الطردي A على B يساوي C.
يعني أنتم تعرفون القانون اللي تستخدمونه طردي أو عكسي من خلال فهمكم للمسألة، لأن كل ما زاد عدد الكراسي زاد المبلغ، فهذا التناسب طردي. كل ما زاد المقدار A زاد المقدار B، فهذا تناسب طردي. كل ما زاد المقدار A نقص المقدار B، هذا تناسب عكسي. فهذا تناسب طردي، راح استخدم له A على B يساوي C. A هو ثمن الكراسي 105، يعني جاي أول واحد الثمن 105 ألف على B عدد الكراسي 15 ويساوي C. أقسم 105 ألف على 15 قسمة طويلة وأطلع الناتج. 105 تقسيم 15 بيها 7، وهاي الأصفار تصعد 7000. 15 كم 15 بيها 1، إذن C يساوي 7000. إذن C تساوي 7000. 7000 شنو هذه؟ دينار. 7000 دينار ثمن الكرسي الواحد. فكم كرسيا تستطيع شراءه ب140 ألف دينار؟ هسي عرفنا قيمة C، فراح ناخذ القانون مرة ثانية حتى نطلع عدد الكراسي اللي نشتريهن بال140 ألف. A شقد 140 ألف، B مجهول اللي هو عدد الكراسي، C موجود طلعنا قيمته 7000. هسه حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، يعني 7000 في B أو B في 7000 نفس الشيء يساوي 140 ألف. هسه شو نسوي؟ B تساوي أقسم 140 ألف على 7000. 3 أصفار تروح ويا 3 أصفار. السبعة أقسمها على 14، اثنين هن قبل القسمة عليه 7. 7 تقسيم 7 1، 14 تقسيم 7 2، وهذا الصفر وياها 20. إذن B تساوي 20. B هي عدد الكراسي قلنا، إذن 20 كرسي يمكن شراءه ب140 ألف دينار. نقطة 5. يقطع راكب دراجة مسافة 3 كيلومتر في 9 دقائق. كم من الوقت يحتاج لقطع مسافة 15 كيلومتر؟ طبعا من خلال المسألة لازم نعرف التناسب هذا طردي أم عكسي. المسافة والزمن تناسب طردي، كل ما زادت المسافة زاد الزمن. يعني مثلا أنا من أروح من بغداد إلى كربلاء راح أقطع مسافة تقريبا ساعة، لكن من بغداد إلى الدهوك شقد؟ طبعا أكثر. ليش؟ لأن زادت المسافة. كل ما تزيد المسافة كل ما زاد الزمن، فهذا تناسب طردي. هسه عندنا هنا يقطع راكب دراجة مسافة 3 كيلومتر في 9 دقائق. كم من الوقت يحتاج لقطع مسافة 15 كيلومتر؟ راح أطبق عليه قانون التناسب الطردي. طبعا A مثل ما تشوفون المسافة هي أول شيء جاية 3 كيلومتر، يعني ال A هي المسافة، B هي الزمن 9 ويساوي C. طبعا راح يصير تقسيم، هنا 3 و9 يتقسمن على 3، 3 تقسيم 3 1، 9 تقسيم 3 بها 3. إذن C قد تساوي 1 على 3، 1 على 3. هسه راح أطبق القانون مرة ثانية على المسافة اللي 15 كيلومتر. A على B تساوي C. المسافة 15 كيلومتر، B غير معروف، C قد 1 على 3 طلعناها هنا. هسه راح حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، 1 في B يساوي 15 في 3 ويساوي B تساوي 3 في 5 15، 3 في 1 3 و1 4، 45 دقيقة. 45 دقيقة الوقت الذي يحتاجه راكب الدراجة لقطع مسافة 15 كيلومتر. أكمل الجداول التالية مع ذكر نوع التناسب فيما يأتي. نقطة 6 A B C. A 1، B 64، C 64. طبعا أول شيء راح أسوي الثابت كله 64 لأن هو من اسمه ثابت يعني
قيمته ثابتة. راح أطبق عليه قانون التناسب الطردي اللي هو A على B يساوي C. A على B يعني A تقسيم B، 1 تقسيم 64 64. بس هذا مو دليل. ليش؟ لأنه بالتناسب العكسي A في B يساوي C. إذا أضرب A في B يعني 1 في 64 أيضا ينطيني 64، فآخذ الحقل اللي بعده أطبق عليه قانون التناسب الطردي وأشوف. 2 تقسيم 32، 2 على 2 تقسيم 32 يساوي 1 على 16، يعني مو 64. فإذا هذا مو تناسب طردي، هذا تناسب عكسي، لأن 2 في 32 ينطيني 64. زين، نجينا نشوف قيمة أي قد من خلال قانون التناسب العكسي. يعني راح نستخدم التناسب العكسي A في B يساوي C. هنا أي مجهولة في B 16 يساوي C 64. A تساوي 64 على 16. استخدم العلاقة بين القسمة والضرب. هنا عندي ضرب، من ينتقل ال 16 اللي هنا لهذا الطرف يصير قسمة. أقسم على 8 بها 2، على 8 هنا ال 64 بها 8، هنا أيضا تتقسم على 8 بها 4، على 2 بها 4. أقسم 8 على 2 بها 4، و2 على 2 بها 1، يعني طلعت لي A تساوي 4. أخلي هنا 4. نجي هنا قيمة B مجهولة، A في B يساوي C. A 8 في B يساوي C اللي هي 64 ثابتة. B تساوي 64 مثل ما قلنا نستخدم علاقة القسمة والضرب. راح هاي ضرب عندي راح أحولها لهذا الطرف يصير قسمة. تتقسم على 8، هاي بها 1 هاي بها 8، إذن B تساوي 8، يعني أخلي هنا 8 في 8 64. نجي نطلع قيمة A في B تساوي C. A مجهولة، B 4، C 64. A تساوي 64 على 4. 6 كم 4 بها 1، يزيد 2 هنا تصير 24. كم 4 بها 6، الأربعة كم 4 بها 1، إذن A قيمتها شقد 16. أخلي هنا 16. نجي للجدول الثاني، نقطة 7. نستخدم قانون التناسب الطردي أول مرة. A تقسيم B يعني 16 تقسيم 8 2. نجي للي بعده 32 تقسيم 16 2، إذن هذا تناسب طردي. قلنا هنا C ثابتة 2 2، أخلي هنا 2 هنا 2 هنا 2، فراح نطبق قانون التناسب الطردي. 64 على B مجهولة، الC 2. أضرب 2 في B، 2 في B تساوي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين لها مقامة 1 يساوي 64. إذن B تساوي 64 على 2. تتقسم 2 6 كم 2 3، الأربعة كم 2 على 1، ويساوي B قد قيمتي 32. أخلي هنا 32. هسه نجي نطبقها على القانون على هذا الحقل. أي مجهولة B 64 C 2 حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. أي تساوي 2 في 64. أي تساوي 4 في 2 8، 6 في 2 12، 128. نخلي هنا 128. هسه نجي اللي بعده 256 A و2 C. A 256، B غير معروفة،
سي 2 أضرب 2 في سي حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. 2 في بي يساوي 256. إذن بي تساوي أقسم 256 على 2 يطلع 128. قسموها قسمة طويلة تطلع 128. إذن بي تساوي 128، يعني أخلي هنا 128. نقطة 8. يطبع أحمد 30 كلمة في الدقيقة الواحدة لينجز عمله خلال 15 دقيقة، فإذا طبع 90 كلمة في الدقيقة إلى كم دقيقة يحتاج لإنجاز عمله؟ هسه نريد نعرف تناسب عكسي أم طردي. هنا أحمد 30 كلمة ينجز بالدقيقة، بعدين زيد السرعة. شوف زرعة 90 كلمة في الدقيقة، زادت السرعة. هنا 30 كلمة في الدقيقة، هنا 90 كلمة في الدقيقة، يعني زادت السرعة. ونعرف أنه السرعة والزمن يتناسب تناسب عكسي، كلما زادت السرعة قل الزمن. حتى نوضح العلاقة بين السرعة والزمن راح ناخذ مثال. عندنا هذا الطريق طوله 100 كيلومتر، وعندنا سيارة تمشي عليه بسرعة 100 كيلومتر بالساعة، يعني خلال ساعة توصل تقطع الطريق. إذا زيدت سرعتها سوتها 150 كيلومتر زين بالساعة، إيش قد تقطعها؟ تقطع الطريق هذا 100 كيلومتر تقطعه ب40 دقيقة، يعني قل الزمن. يعني إذا سرعتها 100 كيلومتر تقطعه بساعة، إذا 150 كيلومتر زيدت السرعة ب40 دقيقة تقطع الطريق، يعني قل الزمن. يعني العلاقة بين السرعة والزمن علاقة عكسية. راح نستخدم قانون التناسب العكسي حتى نعرف كم دقيقة يحتاج لإنجاز عمله. هذا قانون التناسب العكسي. A في B يساوي C. A هي الكلمة، ليش؟ لأن جاية بالبداية. A هي الكلمة 30 في B هي الزمن 15 دقيقة، ويساوي 30 في 15 أنزل الصفر، 3 في 5 15، 3 في 1 3 و1 4. 450 كلمة ينجز خلال 15 دقيقة. هسه هاي قيمة سي تساوي 450 كلمة. راح نجي نطبق القانون مرة ثانية على مود نعرف 90 كلمة في الدقيقة شقد تحتاج إلى وقت. A في B يساوي C. A 90 كلمة اللي هي 90 في B غير معروفة اللي هو الزمن. C 450. هسه البي أنزلها، راح أستخدم العلاقة بين القسمة والضرب. مني يصير 90 بهذا الطرف راح تصير قسمة 450 تقسيم 90. هذا الصفر ويا هذا الصفر يروح نختصره. 45 تقسيم 9، 2 هنا قبل القسمة على 9، على 9 بيها 1. 45 كم 9 بيها 5. إذن الزمن يساوي 5 دقائق، يعني يحتاج 5 دقائق لإنجاز العمل 90 كلمة في الدقيقة. نقطة 9. طلع عصام غرفة بلون جديد خلال 12 ساعة، فإذا ساعده رياض بطلاء غرفة أخرى بالقياس نفسه، إلى كم ساعة يحتاج لإنجاز العمل، باعتبار أن رياض ينجز العمل بكفاءة عصام وسرعته؟ طبعا إذا بوحدة ينجز الغرفة ب12 ساعة. إذا صاروا شخصين عصام ورياض أكيد راح يقل الوقت، الزمن راح يقل. هسه صارت عندنا سرعة وعندنا زمن، والزمن والسرعة يتناسب تناسبا عكسيا. إذا زادت السرعة قل الزمن، يعني راح أستخدم قانون التناسب العكسي. هسه راح أستخدم قانون التناسب العكسي. ليش؟ لأنه هنا عندنا سرعة وزمن، والسرعة تتعاكس مع الزمن. إذا زادت السرعة قل الزمن، قلت السرعة زاد الزمن. فإحنا هسه عندنا شخص واحد ب12 ساعة ينجز العمل، فهسه عندنا الأشخاص هم A.
ليش؟ لأن جاي بالبداية الأشخاص. أي هو الواحد، هو عصام، في الزمن 12 ساعة، ينجز الغرفة في 12 ساعة، ويساوي 1 في 12. إذن سي تساوي 12. وجدنا الثابت. راح استخدم القانون النفسي لي أعرف إذا شخصين إيش قد يصير الزمن. A في B يساوي C. A شخصين، في B غير معروفة الزمن، السي 12. B تساوي، راح استخدم العلاقة بين القسمة والضرب، فاثنين تروح لهذا الطرف تصير قسمة، 12 عليه 2. فإذا B تساوي 12 تقسيم 2 به 6. إذن إيش قد يحتاجون إذا 2 شخصين؟ 6 ساعات. عصام 12 ساعة يحتاج بوحدة حتى ينجز العمل، بينما هو عصام ورياض يشتغلون سوا اثنيناتهم بنفس السرعة، راح ينجزون العمل ب6 ساعات فقط. معمل فيه ماكينتان لإنتاج الحلويات، ينتج في الأسبوع الواحد 300 علبة حلويات، فإذا أضيفت ماكينة ثالثة إلى المعمل كم سيصبح إنتاج المعمل خلال أسبوع؟ إذا ماكينتين ينتج 300 علبة حلويات، إذا 3 ماكينات إيش قد ينتج؟ أكيد راح يزيد إنتاج العلب، فهذا شو يسمونه التناسب؟ تناسب طردي، زادت الماكينات زادت إنتاج العلب. نستخدم قانون التناسب الطردي. أي شنو هو أي؟ الماكينتان 2، لأن إجا بالبداية يصير هو أي. الزين الحلويات B 300 ويساوي، هسه راح أقسم 2 على 2 بها 1، 30 كم 2 15، وهذا الصفر ينزل 150. 1 على 150 هذا منو؟ السي يساوي 1 على 50 150. هسه راح نستخدم القانون مرة ثانية، A على B يساوي C. إذا 3 ماكينات، مو قلنا ال A هي الماكينات، إذا 3 ماكينات العلب مجهولة، علب الحلويات مجهولة ما نعرفه، الثابت موجود اللي هو السي موجود، 1 على 150. هسه حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، 1 في بي يساوي 3 في 150. بي تساوي 3 الصفر انزلها، 5 في 3 15، 1 في 3 3 و1 4، 450 علبة. 450 علبة حلويات سيصبح إنتاج المعمل خلال أسبوع. نقطة 11، يستعمل في معمل خياطة 300 متر من القماش في الساعة، إلى كم مترا من القماش يحتاجون خلال 5 ساعات؟ خلال ساعة 300 متر، زين إيش قد يحتاجون خلال 5 ساعات؟ هذا تناسب طردي، كلما زادت عدد الساعات زادت عدد أمتار القماش المستعملة. نستخدم قانون تناسب الطردي. A هو القماش، الأمتار مال القماش 300 على B هو الساعات في الساعة، ساعة واحدة، ويساوي 300 على 1 يعني 300. إذن C ايش قد تساوي؟ تساوي 300، C تساوي 300. هسه نطبق القانون مرة ثانية، A على B يساوي C، نطبقه حتى نعرف كم متر من القماش يحتاجون خلال 5 ساعات. ال A هو القماش غير معروف، ال B الزمن 5 ساعات، يساوي C عرفناه 300، حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، A تساوي 300 في 5، 300 في 5 ويساوي صفرين ينزلن، 5 في 3 15. 1500 متر يحتاجون من القماش خلال 5 ساعات. نقطة 12، فرن لإنتاج الخبز فيه 4 عمال يخبزون 200 كيلوغرام من الطحين خلال 18 ساعة، إلى كم عامل يحتاج الفرن لكي يخبزوا 300 كيلوغرام
طحين خلال المدة نفسها. عندنا عدد عمال وعندنا كمية أو مقدار الطحين. إذا 4 عمال يخبزون 200 كيلو، الزين إذا أرادوا يخبزون 300 كيلو إيش قد يحتاجون؟ كم عامل؟ فهذا تناسب طردي، أكيد راح يحتاجون عمال أكثر حتى يطلعون خبز أكثر. راح نستخدم قانون التناسب الطردي. A هي عدد العمال، لأن جاية بالبداية العمال فهي A 4 عمال على B إيش قد؟ 200 كيلوغرام من الطحين، 200 ويساوي هنا 4 وال200 أقدر أختصرها على 4 بها 1، 20 كم 4 بها 5، وهذا الصفر ينزل 50، يعني 1 على 50. هاي شنو؟ C تساوي 1 على 50. هسه راح استخدم القانون مرة ثانية حتى أعرف ال 300 كيلو غرام من الطحين إيش قد كم عامل أحتاج. A على B تساوي C. عندي هنا ال A اللي هي عدد العمال، إيش قد العمال؟ ما ندري، A تبقى A. ال B هي كمية الطحين، إيش قد كمية الطحين؟ 300. السي 1 على 50. هسه حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، A في 50 A في 50 يساوي 300. A تساوي، راح استخدم العلاقة بين القسمة والضرب، أحول 50 إلى هاي الجهة الطرف الثاني، راح تصير قسمة 300 تقسيم 50. هذا الصفر ويا هذا الصفر يروح، 30 تقسيم 5 يساوي 6، يعني أحتاج 6 عمال لكي يخبزوا 300 كيلوغرام من الطحين. فقرة أكتب مسألة عن مبلغ من المال يوزع على 3 أشخاص في المرة الأولى وعلى 4 أشخاص في المرة الثانية. بين نوع التناسب بين عدد الأشخاص وحصتهم من المبلغ. يريدني أنا أحدد المبلغ وأوزعه على 3 أشخاص في المرة الأولى، وبعدين أوزعه على 4 أشخاص نفس المبلغ، يعني على 4 أشخاص في المرة الثانية، ونشوف هذا راح يصير تناسب طردي أم عكسي، ونشوف. إذا خذيت 6000 دينار ووزعتهم عليه رايد أول مرة 3 أشخاص، راح يصير كل واحد حصته أقسمه. هنا 3 كم 3 بها 1، 6 كم 3 بها 2، وهاي الصفرين يصير 2000، يعني كل شخص حصته 2000 دينار. 2000 دينار. هسه إذا أقسم 6000 يريدني أقسمه مرة ثانية على 4 أشخاص. هنا عندي 6 كم 4 كم 4 بها 1، 6 كم 4 1، إيش قد يزيد 2، أخليها من الصفر يصير 20. 20 كم 4 5، وهاي الصفرين اللي يبقن 1500، يعني 1500 دينار كل شخص ياخذ حصته. يعني راح يقل، زادوا عدد الأشخاص قل المبلغ اللي يحصله كل شخص، فهذا تناسب عكسي.